الياس المالكي الوليد الكبير اللي واخا نسبه المشاهده عاليه وتفوق على بزاف ديال لي ستريمر ما بغاش يتعلم من الاخطاء ديالو. دار الغلط المره الاولى، مشى للحبس، الثانيه الثالثه دار بزاف ديال الاغلاط، ما بغاش يتعلم من هاد الاغلاط هادو. عينا نشرحوا لك ما بغيتيش تفهم. انت كستريمر ولا كناشط على مواقع التواصل الاجتماعي راه خاصك تعطي صوره زوينه على بلادك. كتخرج واحد الخرجات، كتخرج في الزنقه، كتمشي كدير بوديغار بغض النظر على المحتوى ولا شنو كتقدم ما كيهمناش. المهم عندك قاعده جماهيريه كتبعك، الناس داكشي كيبقاو اذواق، الاذواق تختلف وتحترم. كتدي معاك لي بوديغارد زعما راه شي شخصيه وازنه في البلاد، راه فيا ما يجيب 10 ديال لي بوديغارد وانت غادي بهم في الزنقه، ولكن انت عارف راسك خواف. ديك الشيء كتمشي ديما خاصك البوديغارد زعما وبروتوكول، ماشي مشكل نقولوا خليها في اطار البروتوكول وكذا وهادي. انت سيدي كتخرج في خرجات، كتمشي كتصور الناس سعايه، البلاد راه ما فيهاش السعايه. هذه اول حاجه. نجيب 1000 درهم نفرقها وندخل في الفيديو مليون وجوج، هادشي حنا عارفين، حنا ولاد الدومين وعارفين شنو كاين. باش نجيب انايا 1000 درهم نفرقها وندخل مليون وجوج في الفيديو، هذه قرايه زوينه حتى هي ماشي مشكل. المشكل الكبير ان في واحد الفيديو هذا مؤخرا خرجتي في جديده غادي، وجا واحد قالك نديرو كومبا ما كومبا، ودرتي معاه كومبا في الزنقه ودرتو كاره ودرتو داك الشيء. دابا انت اللي ما بغيتيش تفهم السي الياس المالكي بانك انت كتضرب في الهيبه ديال الدوله. شرحنا لك وانا نعاود نشرح لك عاوتاني. انت كتضرب بان بحال البلاد ما فيهاش الامن، وبان البلاد فيها السيبه، وبان البلاد فيها الكومبات في الزنقه، وبان البلاد فيها العشوائيه. الدوله كتقاتل على السياحه وعلى البلاد، وبان السياحه بعدا اصلا هي اللي هازه الاقتصاد ديال البلاد. كتجي انت كتضرب الاقتصاد، تضرب السياحه ديال البلاد في الزيرو، بحال الامن ما كاينش، وبحال اللي ما بحال اللي ما كاين لا امن لا امان. زائد كتضرب الهبه ديال الدوله. انا نشرح لك كيفاش. انت فاش كتشد شي يا سيدي فيديو كتقاتل فيه، درتيها شديتي واحد مول التليفونات سلختيه وحطيتيها في فيديو، شديتي الثاني صرفقتيه وكذا وحطيتيها في فيديو، دابا الثالث عاوتاني ودرتيها في فيديو وحطيتيها. انت كتضرب في الهيبه ديال الدوله، بحال انت ما كتضربش اعتبار البوليس، بحال البوليس ما كاينش، الشرطه ما كايناش، الدرك ما كاينش، وكلاء الملك ما كاينينش، القضاة ما كاينينش، القضاء ما كاينش، والملك ديال البلاد ما كاينش. يعني انت فوق كل شيء. فاش كتشد فيديو انت شوف راه الناس كتضرب شي واحد والقاضي عارفو ضارب، وكيسولو كيقول له واش درتي، كيقولوا لا ما درتش. انت كدير وكتصور وتحط، يعني ما كضرب لا اعتبار لا القضاء لا الشرطه لا الداخليه لا حتى شي حاجه، بانك انت واعر. انت هذيك شوف باينه بانها تمثيليه، داك الشخص اللي جبتيه باينه بانك كتمثل انت وياه. لا كانت حقيقه مشكل، حيت هذا كيتسمى تبادل الضرب والجرح بالشارع العام وترهيب المواطنين والتحريض على العنف، باش تعرفها. ولا كانت بانها تمثيليه، راه شتي مو شنو وقع له، راه شتي التمثيليه مو شنو وقع له. انا تنقول لك هادو اغراض بانك انت كضرب في الهبه ديال الدوله، بحال الدوله ما كايناش. كضرب بنادم وتحطها عندك في ستوري ولا تحطها عندك في اللايف، بان انت ما كضرب اعتبار لا الدوله لا الهبه ديال الدوله لا حتى شي حاجه، بان ما كاين لا امن لا والو. هذا غلط. ما بغيتيش انت ما بغيتيش تستافد من الاغلاط ديالك. دابا لا مشاو عيطوا لك وتصنتوا لك ولا شي حاجه ولا هادي، تسمى بان الدوله هي حاضياك وبغاو يتعداو عليك، وبان انت هي شخصيه قياديه، وبان انت هو داك البطل المغوار، وبانهم هما تيتعداو عليك. انت واحد الانسان حقار. انا نقول لك علاش. لا كانت بان تقولي جا لا هو اللي جا تحداني، مرحبا هو اللي جا تحداك، جا قال لك نديرو كومبا في الزنقه وكذا، هادي جيتي عندك قلتي له زيد. علاش فاش جا عندك ولد نجيه ووقف في باب الدار وبدا كيسب لك في والديك وكيسب لك امك، كتسمع السبان ديالها وكل شيء، بقيتي واقف مكمش كالقرد حداه وداير يديك في جيبك وما قدرتيش تهضر، وخرجتي في اللايف شنو قلتي لهم؟ انا خوتي كان ايفيتي المشاكل، ما بغيتش المشاكل، انا راه فيا ما يدير شي حاجه ولكن كان ايفيتي المشاكل. علاش هذا فاش عندك قال لك ديروا كومبا ما ايفيتيتيش المشاكل؟ انت انسان حقار، انت حقار. مشيتي عند الاخر صرفقتيه، مشيتي عند هذا درتي ندير كومبا ضربتيه بنص زعما وبنتي واعر، وانت هادشي كامل تمثيليه. علاش؟ حيت انت واحد الانسان خواف، والدليل انك كتخرج بلي بوديغارد عليا، بوديغارد خاصهم بوديغارد. ها انت لي بوديغارد اللي معاك خاصهم بوديغارد. انت هي كتمخرج بعدا انسان خواف كتخرج بلي بوديغارد، ودابا بغيتي دير التمثيليه هذه باش تبين لعباد الله انا لا جالي شي واحد راني واعرني غنضارب معاه، باش عباد الله ما تزعمش عليك. كتخرج كدير خرجه تبين الحوايج زوينين في المغرب، راه ما كاينينش السعايه، كاينين بزاف ديال الحوايج زوينين في المغرب مبينوهم. انت الدور ديالك كمؤثر ولا كناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ولا كستريمر، خاصك تبين الصوره الزوينه ديال بلادك وتبين الحوايج الزوينين اللي كيعاونوا في السياحه ديال بلادك، ماشي تبين السعايه وتبين الشمكريه وتبين داكشي. وانا قلت لكم ونولي نعاود نقولها، هاد اللعيبات اللي كدير بانك انت كتضرب في الهبه ديال الدوله وكتحدى الدوله بان ما كاين لا امن لا والو، كتضرب وتحط عندك في اللايف وفي الفيديو. الناس راها كتضرب وكتخبع من الجهود وكتخبع من الكاميرات وكتوقف قدام القاضي وكتنكر. كيقولوا القاضي درتي، كيقول له ما درتش. ماشي خوفا من القاضي، احتراما للقاضي واحتراما للقضاء. انت كديرها وتحطها عندك في الفيديو تتعلم عليها.
بغيتيش دير عقلك، انت غتبقى وليد صغيور ما بغيتيش تستافد من الاخطاء ديالك. انا ما سبيتك ما والو، انا غير وريتك الاخطاء ديالك شنو هما. راه كاينه دوله وكاينه هبه ديال الدوله، وكاينين مخابرات وكاين امن وكاين جهاز اجهزه اللي كتسهر على الامن والامان ديال هذه البلاد، باش ماشي تجي تضرب لهم انت داكشي في الزيرو وتخرج الدار في الزنقه. مازال كانوا يبليكات ندخلوها في اطار كومبا. حنا كنا كنديروا كومبات ديال في اطار الرياضه، وعيطوا لنا وتصنتوا لنا وقال لك هادشي ما كاينش. انا كنقول لك شنو كيتسمى التهم هذا، كيتسمى تبادل داكشي اللي درتي كيتسمى تبادل الضرب والجرح، ترهيب المواطنين والتحريض على العنف. ولا مشاو عيطوا كما قلت لك وتصنتوا لك غيوليو بان تعداو عليك وباغيينك وبان يظلموك. الياس المالكي الوليد الكبير، الطفل الكبير، نتمنى تتعلم من الاخطاء ديالك. انا ماشي كنعطاكيك ولا كنسبك، نتمنى تصحح الاغلاط ديالك. وخاصك تعرف بان هذه الدوله هذه راه عندها هيبه ديالها، كاينه الدوله وكاينه هيبه الدوله، انت راه ما تحترمش هيبه ديال الدوله. نتمنى تستافد من الاغلاط ديالك اللي دازوا، وخدم على راسك غادي مزيان تبارك الله في لي ستريمر رقم واحد في لي ستريمر والمشاهدات طالعين عندك. استغل داكشي في اللي هو زوين، ما تبقاش دير بيلان. هادو كيتسموا بيلانتيات، هادو راه اغلاط، هادو اغلاط ديال الدراري الصغار، هادشي ديال الدراري الصغار اللي كدير. نتمنى تستافد من الاغلاط ديالك باش ما توليش طيح في الفخ عاوتاني وتلقى راسك وراء القضبان. حنا ما نبغيوهاش ليك، انا غير تنقول لك صحح الاغلاط ديالك وبقى تعرف شنو كدير. وراه كيتبعوك مراهقين وكيتبعوك دراري صغار وكيتبعوك بزاف ديال الناس وكيتبعوك الناس داخل الوطن وخارج الوطن. خاصك تكون كتعرف دير، واي خطوه عندك كتخطيها خاصك تعرف فين كتحط رجليك، سينو غتلقى راسك طايح في شي بير اللي غارق وما غتعرفش تطلع منه، وديك الساعه ما غاديش ينفعك الندم. صحح الاغلاط ديالك وراك غادي زوين في واحد الطريقه اللي هي زوينه. كمل في داك الشيء اللي زوين كدير، وبعد ما هاد الخزعبلات وهاد البينانتيات الخاويه. ونتمنى الميساج يوصل، وتحياتي.